خلي بالك، البنك الاهلي المصري مهم جدا. لو انت عايز تروح البنك عشان تعمل اي حاجة في البنك، عايز اقابل خدمة العملاء، عايز اسحب فلوس، عايز اعمل ايداع، اي حاجة عايز تعملها في البنك الاهلي النهاردة، لازم ان انت تحجز ميعاد اونلاين قبل ما تروح، عشان ما تروحش تقف وتستنى اما كل اللي حاجزين يخلصوا عشان انت تدخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده البنك الاهلي عامل خدمة على الموقع بتاعه، ان انت قبل ما تروح للفرع تدخل على الموقع بتاعه، الموقع الرسمي للبنك الاهلي مش اي موقع تاني، وبتعمل حجز ميعاد اونلاين، بتدخل فيه الرقم القومي بتاعك، وبتدخل التليفون اللي انت مسجله في البنك، بتدخل رقم التليفون اللي انت مسجله في البنك، وبتسمح للويب سايت بتاع البنك الاهلي ان هو يعرف الموقع بتاعك، بيقول لك ايه الفروع اللي حواليك المتاحة اللي انت تقدر تعمل فيها الخدمة دي. بيبتدي ان هو يقول لك في جنبك فرع كذا وكذا وكذا، بتحدد الفرع اللي انت عايزه. بعد كده بيقول لك انت رايح تعمل ايه نوع الخدمة اللي انت عايزها، عايز تعمل ايداع ولا خدمة عملاء ولا تعمل كشف حساب، بتحدد له نوع الخدمة اللي انت عايزها، وبتختار اذا كنت رايح لخدمة عملاء ولا تيلر ولا ايداع ولا صرف ولا اي حاجة، كل ده انت بتحدده. بعد كده بيقول لك ميعادك يوم كذا الساعة كذا والرقم بتاعك كذا. الصفحة اللي هو بيطلعها دي لازم ان انت تصورها، عشان لما تروح البنك تروح تقول لهم انا حاجز برقم كذا. بياناتك هتبقى متسجلة عندهم، بياناتك هتبقى متسجلة عندهم، يعني ما ينفعش ان انت تاخد دور حد تاني ولا حد ياخد دورك. لو انت ما عملتش الخدمة دي ورحت وقفت في البنك، البنك هيقول لك مش هينفع ان انت تدخل تتعامل مع اي خدمة في البنك غير لما كل اللي حاجزين يخلصوا. يعني ممكن تتنك قاعد لغاية الساعة 2 او 3 على ما هم يخلصوا. الصح ايه؟ الصح ان انا بحجز قبل ما بروح، يبقى كده مش هيبقى فيه زحمة، ولا هعمل زحمة للفرع، ولا انا هتأخر عن ميعادي. هروح على الميعاد بتاعي، ادخل اعمل الخدمة بتاعتي، وسلام عليكم. عليكم السلام. انا بلغتك وانت تبلغ صاحبك وصاحبتك وجارك وقريبك، وكلنا نبلغ بعض عشان ما نعملش زحمة تاني في اي بنك، وكل الناس يبقوا عارفين ايه اللي هي الاجراءات المظبوطة عشان تروح تاخد الخدمة بتاعتك، ونضرب لهم تعظيم سلام.